انت واثق يا كابتن حسام ان ياسر ابراهيم مش هيجيب مستواه؟ ان ياسين مرعي يعني هيبقى مصاب؟ ولا انت لو خدته معاك هتلاعب محمد حمدي؟ كابتن حسام، اعرف انت هتلاعب مهاجمين شكلهم ايه، انت محتاج اتنين مساكين شكلهم ايه، انت محتاج خطة ازاي. انا كنت ابقى مقتنع معاك، اقول ان انا عايز اطور الاداء، انا عايز اعمل كذا، بس في حاجات انا ببقى مقتنع انك تقول طيب يا جماعه بالاداء ده انا محتاج اطول المعسكر شويه، يعني كلام نتقبله ونتناقش فيه سوا. لكن بالفكره دي انت بتهز استقرار الفريق نفسه، انت بترجع للصفر تاني زي ما كنت بتصلح علاقتك بالكابتن محمد صلاح يوم ما جيت. انا اتمنى يا كابتن حسام انك تعيد حساباتك تاني، الامور تهدى. يعني كويس ان الموقف اللي حصل ما بين الشناوي ومصطفى شوبير الاتنين في فريق واحد، لان هصدقني هتلاقي واحد زي كابتن وليد صلاح الدين وزي الكابتن سعد أبو حفيظ، لا هتلاقي ناس من جوه الفريق، جوه فريق النادي الاهلي، بتحل وبتخلي فيه ود ما بينهم، انت اللي هتبقى مستفيد منه. هتتكلم على ضغط المباريات، ضغط المباريات هي اللي جايه للنادي الاهلي والزمالك وبيراميدز وللمصري اللي عنده برضه كونفدراليه، اللي هيكونوا بيلعبوا معاك مباراتين، هيلعبوا في بطوله افريقيا مباراتين 21 و28، ثم بعد كده الاهلي ما منعش لعيبته ان هي تخش مع المنتخب التاني في البطوله العربيه. يا كابتن حسام لعيبه الاهلي والزمالك بيراميدز المصري اللعيبه مضغوطه، والمديرين الفنيين ما هم اللي مش لاحقين، انت بتاخد اللعيب جاهز. وانا كنت بقول لحضرتك انه في الاخر كل المنافسات اللي مصر دخلت فيها مع كوبر، فيتوريا، كيروش، مصر كانت مرشحه. فما ينفعش اجي من النهارده واقول احنا ما عندناش وداخلين على ليفل. طب يعني، طب ما لو انت بتعمل ايه بقى عشان تبقى في ليفل اصعب؟ طب ما تتفرج على تونس النهارده عملت ايه مع البرازيل، 1-1 وتلعب ضربات جزاء. الناس اللي عايزه بتقوي هتلعب مع الاقوى، تتعلم وتشوف اخطائها وتتعلم. ومش هتلاقي تونس النهارده جاي تغير في طريقه لعب. فانت كمان ما ينفعش تغير، وانا قلت لك ما ينفعش تغير طريقه لعب وتغير تشكيل، انت بتعمل كل حاجه. انت ما كانش عندك معسكر حتى طويل تقعد تدرب اللعيبه، اللعيبه تفهم، تتحرك، تتحفظ التحركات. انت غيرت